المحشي المصري بالطريقة الأصلية الصحيحة الريفية. طبعا كلنا عارفين ان اكتر اكلة بنعملها وبتدفينا في فصل الشتاء هو المحشي. هعلمكم ازاي تعملوه بالتفصيل من اول ما نشتري الكرنب الصح، وازاي نعرف نسلقه بالطريقة الصحيحة، وازاي نعمل التسبيكة الصح لخلطة المحشي. خلطات المحشي كتير، لكن انا قاعدة اديكم الطريقة الصح اللي بنعملها عندنا في الارياف وبتطلع المحشي بالجمال ده، مفلفل من غير ما يكون عليه حبة رزة. خلينا نبتدي ازاي نشتري الكرومب او الملفوف زي ما بتقولوا عليه. الورق بتاعه لازم يكون اخضر بيلمع، مش دبلان او مش مندي اللي هو بيكون مصفر كده. لازم يكون ورقه اخضر، تكون مصبوبة مش مهوية، يعني تكون مليانة ورق كده علشان تطلع لنا المحشي جميل جدا زي ما بنعمله هنا في مصر. اول حاجة بنعملها بنشيل العروق الكبيرة اللي هي بتكون منفصلة عن الكرومباية. زي ما انتم شايفين كده العروق دي مش بنستخدمها، وساعات بنعمل حركة علشان نتأكد ان الكرومباية مليانة ورق ومش مهوية، ان احنا بنمسكها ونقعد نخبط عليها كده وبنتأكد ان هي مليانة ورق. انا استخدمت 3 كرومبات، واحدة كبيرة و2 صغيرين، تقدروا تعملوا الكمية اللي انتوا حابينها. اول حاجة بقى بنمسك الراس من فوق دي ولازم نشيلها، علشان ما ينفعش نسلقها من غير ما نشيلها، علشان لما نيجي نسلقها الورق بتاعها يتفرش كده وكله يستوي. بنشيلها بالسكينة وناخد بالنا ان احنا ما نقطعش الورق كله علشان ما نبوظش شكلها. والجزء اللي جوه ده لازم نحفره، لازم نطلع الجزء اللي هو التخين اللي هو ماسك العروق الورق كلها، علشان لما نسلقها تفك من بعضها. هعمل الكرومبات كلها بنفس الطريقة. بعد ما شلنا الجزء اللي فوق بنبدأ نقورها كده، بنشيل الجزء اللي هو ماسك الورق كله علشان لما نيجي نسلقها كل الأوراق تنسلق وتبقى مستوية معانا، ما تبقاش كده جامدة وما نعرفش نشيلها من الحلة. دي في حالة لو احنا سلقنا الكرومباية كاملة كده. في ناس علشان تكون سهلة عليهم بيقطعوا وبيفكوا الأوراق كلها عن بعضها كده ويقوموا حاطينها في المية ويشيلوا ورقة بورقة. بس احنا الطريقة اللي متعودين عليها ان احنا بنشيلها زي ما انتم شايفين كده وبنسلق الكرومباية كلها كاملة. واحنا بنقطع الكرنب بنكون مجهزين على نار حلة كبيرة فيها مية بتغلي علشان نبدأ نسلق الكرنب فيها. حطوا الحلة اللي هي على قد الكرنب اللي انتوا بتسلقوه. في الاول كده بنضيفها على ظهرها من تحت، علشان الجزء اللي تحت ده بيكون فيه العروق فبيحتاج وقت على ما يستوي. وهقول لكم دلوقتي على السر بيحول الكرنب لطعم تاني خالص. السر ده امي اللي بتعمله، وتقريبا ما فيش حد بيعمله، كله بيحط ملح، لكن احنا بنحط 3 معالق او 4 معالق سكر للميه وهي بتغلي كده، بيخلي ورق الكرنب مسكر جميل جدا. عارفين كده لو اشترينا الكرنب وما طلعش ورقه مسكر لازم تضيفوا المكون ده وهيفرق معاكم في الطعم. طريقه جميله جدا وناس كتير خدتها وعن تجربه عجبتها. بعد ما عدى حوالي 3 دقايق كده على الجزء اللي تحت ببدأ ان انا اقلب الكرنبة وامسك الكبشة وتاني ادخل فيها المية علشان اللي مستواش او الورق اللي هو مستواش كويس من النص يبدأ ان هو يستوي، ونفضل واقفين جنبها كده ونحط المية جواها ونغطي عليها شوية علشان تبقى سريعة في التسوية، يعني ما نغطيش عليها كتير، يعني هما 2 3 وبعد كده بنرفع الغطا تاني ونبدأ نشيل الورق بقى اللي هو الجزء الخارجي اللي هو استوى خلاص، ومش بنطلع الورق كله، لا بنطلع ورقة ورقة اللي هو استوى وحسينا ان ورقه بقى دبلان كده واللون بتاعه اتغير. بعد ما بنشيل الورق الخارجي بنبدأ نجيب الكبشة وندخل المية تاني السخنة علشان تساعد ان الورق يفك كله عن بعضه، ونبدأ نشيل الاوراق بقى، مش بنشيلها كلها. ولو انتم مبتدئين يستحسن تفكوا الكرنباية كلها بورقها قبل ما تسلقوها، وتسلقوا بقى كمية ورق قليلة بقليلة علشان ما تنحرقوش او يحصل لكم حاجة. طبعا انا مخليه امي تساعدني علشان خاطر بخار الميه وهي سخنه جدا بصراحه، بس هي دي الطريقه اللي احنا بنعملها الصح، وكل الناس اللي في الارياف بيعملوها بنفس الطريقه دي. اثناء ما الكرنب بيتسلق هنبدا نحضر لخلطه المحشي. خلينا نكون متفقين في البدايه ان كل بيت مصري ليه خلطه معينه في المحشي ونكهه كده ونفس ليه. انا الخلطه اللي بعملها النهارده على طريقه امي، الطريقه الصحيحه اللي بنعملها هنا. بالنسبة للمكونات اللي هنحتاجها، هنحتاج 3 حزم كبار من الخضرة مشكلة، ممكن نحط بقدونس مع شبت او بقدونس مع كزبرة زي ما انتوا حابين. البهارات هنحتاج ملح، فلفل اسود، كمون وشطة، ومش هنضيف اي حاجة تاني. في ناس بتحط بهارات مشكلة، هيل، خلطات للمحشي، دي كلها نكهات
بتغطي على طعم المحشي الاصلي، فاستخدموا الطريقة دي وهتاكلوا المحشي الصحيح. والبصل استخدمت 4 بصلات كبار علشان تخلي الطعم كده مسكر، يعني طالما محشي يبقى فيه بصل. والزبدة وعصير طماطم، حوالي كيلو طماطم مضروبة في الخلاط. بالنسبة للفلفل المقطع بيضيف نكهة جميلة جدا للخلطة، ما تستغنوش عنه تماما. ولو عندكم عصير الطماطم مش احمر ممكن نستخدم كمان 3 معالق من الصلصة المركزة اللي هي المعلبة. بس كده، هي دي المكونات البسيطة جدا لخلطة المحشي. عاوزة اوريكم بس الكرومبة الكبيرة بعد ما اتسلقت وكل اوراقها فكت عن بعض، ببدأ ان انا اشيلها، ومش بشيلها بايدي علشان ما نحرقش، نخلي بالنا نشيلها بالمساكة ديت. ونحط الكرومبة التانية في نفس المية، ومش هنضيف لها بقى سكر تاني، لا بنفس المية كده، ونضيفها من تحت مش من فوق. هكمل بقى كل الكرومبات بنفس الطريقة. ودلوقتي هنحضر التقلية او الصلصة او هنسبكها. هنحط الاول مكعب كبير من الزبدة حوالي 100 جرام، مع كمان شوية من الزيت النباتي. ممكن تضيفوا زيت زيتون او اي زيت تاني، بس هو الزيت الصح هو الزيت النباتي، لازم أن تكون دسمة كده علشان تدفينا. هنحط الزيت كمية حلوة. بعد كده هنزل بالبصل بعد ما الزبدة تسيح وتقدح معانا. بعد ما بنضيف البصل بنقلبه شوية، وطبعا النار بتكون فوق الوسط شوية، ما تكونش عالية قوي علشان ما تحرقش البصل. تقدروا في الخطوة دي تضيفوا معلقتين توم مهروسة لو حابين نكهة الخلطة تكون فيها توم. النهاردة مش هعمله بالتوم، احنا ساعات بنعمله ساعات لا. هنزود بقى دلوقتي الفلفل. زي ما قلت لكم الفلفل بيدي نكهة حلوة جدا للرز، ما تستغنوش عنه، هو مش كتير بس 2 فلفلاية كبار كده. بعد ما بتلاقوا ان خلاص البصل قرب ان هو يدبل ويكون شكله كده جوانب الحلة بدأت تحمر، خلاص هنبدأ ننزل الصلصة بقى. دلوقتي بقى هننزل بعصير الطماطم. يفضل نستخدم طماطم فريش ما تكونش معلبة، او لو مثلا عندنا في الفريزر ممكن نطلعها ونسلقها، وبعد كده هنضربها في الخلاط وهتمشي معانا وهتكون حلوة جدا. بنقلبها تقليبة ونسيب النار عالية جدا مش نار متوسطة. بس في الاول هنضيف البهارات، هنضيف الملح والشطة والكمون، ومش هنضيف دلوقتي الفلفل الاسود، وهقول لكم ليه ما تضيفوش مع الصلصة. زي ما انتم شايفين بدأ مية الصلصة تتبخر، وده كله على نار عالية، وبنقلبها من وقت للتاني علشان ما تنحرقش. اثناء ما هي بتتسبك كده هنجهز بقى الكرنب. بعد ما انسلق هنبدأ نشيل العروق اللي فوق، وطبعا مش هنستخدمه كده، لازم نغسل الكرنب الاول ونتأكد ان هو نضيف. فجبت حلة كبيرة وهبدأ ان انا اشطف فيه او اغسل الكرنب كده. وهنشيل العرق اللي فوق، لازم نشيله ونتأكد ان هو وصل لحد تحت علشان نعرف نلف المحشي صح. والعروق اللي طلعناها من الاوراق دي مش بنرميها، هنستخدمها بعد شوية في حلة المحشي. هنجيب الورقة اللي احنا طلعنا منها العرق، لو كبيرة هنقسمها على 3، لو صغيرة بنقسمها على 2. وهنكرر بقى كل الاوراق بنفس الطريقة. هنشيل العرق ونقطعها. في ناس تانية بتطلع الورق الكرنب من السليق وتبدأ ان هي تصفيه وتقطعه على طول. الطريقة دي مش صح خالص، علشان احنا عاوزين ننضف الكرنب من مية السليق، تنه على النار كتير. فعلشان يكون نضيف كده وما يكونش سخن على ايدينا، برضو لازم نشطفه في المية ويكون نضيف. في ناس تانية للطريقة السهلة بيعملوها، بيحطوا الورقة على بلانشة او على قطاعة كده، ويبدأوا ان هم يفصلوا العرق ويقطعوه. هتاخد وقت معانا بالنسبة لو عاملين كمية كبيرة. وبالنسبة للتقطيع اللي انا بعملها دلوقتي بتختلف من بيت للتاني. في بيوت بتحب ورقة المحشي تكون صغيرة او الصباع صغير، وفي بيحب الصباع يكون كبير فبيقطعوا كبير جدا. فانتوا قطعوه زي ما انتوا حابين بقى. ويكون سمكه قد ايه، وبنحطه في مصفى علشان ينزل المية برضو. بعد ما عدى حوالي نص ساعة على الصلصة كده او 20 دقيقة، بدأت ان هي ميتها تنشف والسمنة صردت فوق. تتأكدوا ان هي اتسبكت خلاص وبقت صح لما السمنة تطلع على الوش، وبنطفي عليها بقى ونجهز للرز. بالنسبة لكمية الرز اللي انا استخدمتها لل3 كرنبات، واحدة كبيرة و2 صغيرين، انا استخدمت 1.5 كيلو. ونتأكد ان هو نضيف مفهوش حبات كده مش حلوة. وبعدها بنغسل الرز وننضفه كويس. الرز المصري مش بننقعه، بينشطف بس.
بعد ما بنصفي الرز كويس جدا من المية بنبدأ ننزله على الصلصة ونقلب كده لحد ما كل الرزاية تختفي في الصلصة. وشوفوا لون الصلصة لازم يطلع معاكم احمر زي كده. بعد ما قلبنا الرز كويس هنضيف الفلفل الاسود. ليه ما ضفناهوش في الاول؟ لان لو ضفته في الاول والصلصه بتتسبك كان غير لونها، لانه فلفل اسود فبالتالي هيغير لون الرز، مش هتكون لونها احمر زاهي كده. فاهمين ازاي؟ فضيفوا الفلفل بعد ما تضيفوا الرز والصلصه تكون متسبكه كويس. بعد كده هنزل بالخضره المتقطعه، وفي الخطوه دي بنقلب كتير جدا لحد ما الخلطه تتقلب كويس جدا. امتى نبتدي نشيل الرز من على النار؟ ونتأكد ان النار تكون هادية واحنا بنقلب لحد ما كل الرزاية تكون مفلفلة كده ومش ملزقة. في ناس تانية بتقوم حاطة الخلطة على البارد، ان هي بتقوم حاطة الصلصة فوقها الرز والشبت وتقلبهم كده من غير ما يكونوا على النار. كل واحد ليه طريقة، بس هي دي الطريقة الأصلية، طريقة المحشي الأصلية. وما تخلوش كده في كمية كبيرة من المية. ما ينفعش خلطة المحشي يكون فيها مية كده واحنا بنحشيها، هتبوظ الورقة وهنبوظ ايدينا. فاهم حاجة تكون خلطة المحشي مفلفلة معانا كده وفي نفس الوقت طرية من الصلصة. هنبدأ نجيب كل ورقة كده من المحشي ونحط فيها الكمية اللي انتوا حابينها وتلفوها. ممكن تلفوها على اصابعكم كده او تحطوها على بلانشة وتبدأوا تلفوا لو انتوا مبتدئين. وانا بعملها برضو لو الورقة كبيرة وحبت من الاطراف على بعض فبعملها على البلانشة علشان اقدر الفها زي ما انتوا شايفين كده. ونتأكد ان الورقة اللي بيكون عرقها كبير لازم نمشي في اتجاه الورق. ونتأكد ان احنا شاطرين في لف المحشي ازاي. لما نيجي نلفه ما نلاقيش ايدينا كده مليانه صلصه ومليانه رز فنيجي نلف الورقه نبوظ شكلها ويبقى عليها رز من فوق، فتكون ايديكم نظيفه. شوفوا لي قد ايه الصباع عامل زي المسطره ومعلهوش ولا حبه رزه. ده شكل تاني من الورق ممكن يقابلكم، ان يكون فيه عرق كبير كده وما تعرفوش تلفوه. برضو بنتنيه على الاطراف ونبدأ نمشي في اتجاه العرق وهيتلف معاكم كويس جدا. لما تيجوا تحشوا ورق الكرنب ابدأوا بالورق اللي هو لونه اخضر شوية عشان نحطه في القاع، والورق اللي لونه افتح هيبقى فوق. وهنبدأ بقى نرصص كل الصوابع زي ما انتم شايفين جنب بعض كده. ونسيت اقول لكم ان الحله اللي انا مستخدماها نفس الحله اللي انا عملت فيها الصلصه علشان تاخد من النكهه كده. خلصت الكميه. وبالنسبه للشوربه اللي انا هزود بيها المحشي انا استخدمت شوربه فراخ. لو مش متوفر عندكم الفراخ او ما عملتوش في اليوم ده تقدروا تحطوا لتر من الميه عليه معلقتين كبار من الصلصه وشويه من الملح علشان الشوربه تكون حلوه ما تكونش دلعه. وهقول لكم دلوقتي ازاي تتأكدوا ان المحشي مش محتاج شوربة تاني علشان ما يطلعش معاكم معجن. اخر صف بيكون الشوربة مغطية بحاجة بسيطة، وبنستخدم المعلقة نوسع كده في الجوانب علشان الشوربة تنزل لتحت. وبعد كده بنرفعه على نار تكون عالية ونغطيه الاول لحد ما الشوربة تبدأ ان هي تغلي او المحشي يغلي. هياخد معاكم حوالي 20 دقيقة او 25 دقيقة لحد ما يغلي على حسب قوة النار. خطوات مهمة جدا في التسوية. النار بتكون عالية في الأول، وأول ما يبدأ يغلي بنهديها للوسط، وأول ما النار تنشف تماما بنهديها خالص جدا على الهادي ونسيبه بقى براحته لحد ما يستوي. وبنرفع كده وبناكل صباع علشان نتأكد ان هو استوى. انا بالنسبة لي هو استوى خلاص. شوفوا لي قد ايه بقى المحشي الحبة بحبتها من غير ما يكون عليه نقطة بس كده من الرز ومفلفل. احلى اكله ممكن تجربوها في الشتاء هو المحشي بالطريقه الاصليه، والورقه كده طالعه معاكوا دايبه بجد رهيبه. لازم تجربوها، وانا اديتكم الطريقه بالخطوات وبالتفصيل اول مره تسمعوها على اليوتيوب. عاوزاكم تجربوا المحشي بطريقتنا المصريه الاصيله الريفيه. لازم تجربوها، وبالهنا والشفا.